بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحط لايك للفيديو، تعالوا نشوف عملنا الحلبة وتجهيزات العيد ازاي. وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. بس حطوا لايك للفيديو وصلوا على النبي، وتعالوا نشوف عملنا الحلبة الحلوة بتاعتنا دي ازاي للعيد ان شاء الله. انا سبتها طبعا يومين عشان تبقى بالشكل ده، شايفين؟ هنفضيها بقى مع بعض دلوقتي. وهي طريقة حلوة جدا. وكانوا اهالينا زمان بيعملوا الحلبة دي في الاعياد وفي المناسبات، بتكون حلوة بعد رمضان طبعا. كل سنة وانتم طيبين. بتكون حلوة في العيد الصبح، لان طول الشهر بنبقى صايمين وكده، وبتبقى المعدة فاضية، فهي بتتاكل كده، بتخلي يعني البطن ايه، ما يحصل لهاش حاجة من اكل العيد والحلويات والكلام ده. بتبقى طعمها حلو قوي، بتتاكل طبعا على الريق اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، طالعه معانا جميله جدا. ودي طريقه احنا اتعلمناها من اهالينا، الله يرحمهم جميعا يا رب. وطبعا دلوقتي معانا بقى الحلبه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. الحلبه دي بعد ما انا جهزتها كده ونضفتها اهي. شلت منها بقى اي حبايه مش نظيفه، شلت منها الطينه والحاجات دي، بقت معانا بالشكل ده. شايفين عامله ازاي؟ خليتها بتبرق اهي زي الفل. بعد ما عملت بقى كده وغسلتها، قصدي ونضفتها بقى من الطينه وكل حاجه. انا غسلتها غسله نظيفه وسبتها حوالي 11 ساعه كده في التلاجة. نقعتها كده وسبتها في التلاجة. ده شكلها بعد النقعه اهي. ده شكل الحلبة بعد ما نقعتها اهي. الحبايه بقى بتزيد وبتبقى معانا بالشكل ده، مش بتبقى زي الاول خالص، لان كده الحبايه بتزيد. بس كده انا هغسلها بقى غسله حلوه في الحاجه اللي انا بقى هعمل فيها، واوريكم هنعملها ازاي مع بعض دلوقتي. لانها بتبقى مفيده جدا، ودي اساسيه في تجهيزات العيد. وان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. دي الحلبة اهي زي ما انتم شايفين. انا بدأت اغسلها كده، شايفين بقت عاملة ازاي بعد ما اتغسلت. طبعا اغسليها كويس او ما تخافيش اهي، بقت معانا بالشكل ده. اغسلي بقى واشطفي مرة واتنين وكل حاجة. وبعد كده هنشيلها بقى من الحوض او من المية. زي ما انتم شايفين كده اهي. خلاص هي كده جاهزه ان احنا نعملها بقى مع بعض دلوقتي. زي ما انتم شايفين اهي، اتغسلت بقت زي الفل ونظيفه، والحبايه زادت يعني تقريبا كده. لو هتعملي مثلا كوبايه هتزيد الضعف، لو هتعملي مثلا كوبايتين هيزيدوا برضو الضعف. بس هو انا عملت كوبايه واحده زي ما انتم شايفين كده. بس كده ديت قعدت 12 ساعه، يعني من بالليل للصبح او من الصبح بالليل. هوريكم بقى هنعبيها مع بعض ازاي، ونسيبها بقى لما تزرع ونشوفها تاني. ودلوقتي بعد ما غسلنا بقى بعد ما غسلنا الحلبة كده وخليناها زي الفل زي ما انتم شايفين اهي، هنعبيها بقى مع بعض كده. طبعا لو عندك فناجين طبعا مكسوره قديمه ما انتش مستعملاها، يعني علشان خاطر ريحه الحلبه بتبقى قويه جدا، فممكن تستخدميها للحلبه اهي. شايفين مكسوره ازاي؟ انا مش بستخدمها في حاجه، بس هعبي فيها بقى الحلبه علشان خاطر تديني شكل حلو كده. وكمان ممكن تعبيها في اي حاجه عندك بتدي شكل حلو. فيلا بينا بقى نعبي باذن الله. هناخد كده شويه صغيرين زي ما انتم شايفين كده، بس كده هنركنهم في حيطان الفنجان كده علشان خاطر لما تزرع يبقى في مساحه لها. انت بقى عايزه تعبي في كوبايات، عايزه تعبي في مصفى، عايزه تعبي في اي حاجه، هي بتزرع يعني ما تقلقيش خالص. اي حاجه عندك ممكن تشيليها فيها. انا هحط هنا كمان شويه كده برضو بيدوا شكل حلو.
وهوريها لكم بقى لما تزرع هيبقى شكلها عامل ازاي. هحاول اركن كده في حيطان الحاجات اللي انا عبيت فيها. ايوه كده علشان لما تزرع تبقى طالعه معانا شكلها حلو وجميل. بس كده هتغطي بقى بورق كراسه، بمناديل مطبخ، بكياس بلاستيك، باي حاجه هتغطيها بيها. شايفين بفردها ازاي؟ علشان خاطر لما تزرع بقى بتبقى كل حبايه محتاجه انها تطلع من المصفى. وهوريها لكم هتزرع ازاي. عندنا كيس اهو هنغطي بيه، يكون كيس نضيف. هنحطه كده على الحلبة، هننزله كده على الحلبة. نحاول نضغط عليه كده، ايوه كده زي ما انتم شايفين، علشان خاطر لما تزرع ما يبقاش في مكان انها يبقى في تهويه خالص. يعني زي ما انتم شايفين كده لازم اضغط عليها بالكيس البلاستيك كده، ورق فويل، اي حاجه عندك ممكن تغطي بيها زي ما انت شايفه كده. بس كده. ودول كمان هنغطيهم بقى بورق ابيض، كراسات، او ممكن يكون عندك مناديل مطبخ، اي حاجه غطيها بيها. هنحطها هنا على المصفى. هنرصهم كده معاها، مفيش اي مشكله. لان كده كده هم هيزرعوا ان شاء الله. هنكشف كده بقى الكيس البلاستيك، هنلاقي الزرعه بتاعت الحلبه طلعت. بس كده هنغطي برضو الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده في كيس نضيف. وهنجيب طبق كبير وهنغطي بيه كل ده، فمش هيبقى معانا اي تهويه زي ما انتم شايفين. بس كده. دي كانت الحلبة بتاعتنا النهاردة وتجهيزات العيد، وان شاء الله هنشوف بقى شكلها هيبقى عامل ازاي. انا سبتها طبعا يومين عشان تبقى بالشكل ده. شايفين؟ هنفضيها بقى مع بعض دلوقتي. وهي طريقة حلوة جدا. وكانوا أهالينا زمان بيعملوا الحلبة دي في الأعياد وفي المناسبات. بتكون حلوة بعد رمضان طبعا، كل سنة وانتم طيبين. بتكون حلوة في العيد الصبح، لأن طول الشهر بنبقى صايمين وكده، وبتبقى المعدة فاضية، فهي بتتاكل كده، بتخلي يعني البطن ايه، ما يحصلهاش حاجة من أكل العيد والحلويات والكلام ده. بتبقى طعمها حلو قوي. بتتاكل طبعا على الريق اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، طالعه معانا جميله جدا. ودي طريقه احنا اتعلمناها من اهالينا، الله يرحمهم جميعا يا رب.